الأهداف في آخر المباريات طريقة جيدة للوصول للكلاسيكو. بالتأكيد أنا سعيد بتسجيل الأهداف وبمساعدة الفريق. الأهم هو أننا حصدنا اليوم 3 نقاط ونجحنا في المضي قدما. حدث العديد في هذه المباراة. كان هناك كرات في القائم، 3 كرات في القائم لليوم ميسي. أرقام بالتأكيد تدعو للتفكير. في حقيقة الأمر أشعر بالأسى لعدم تسجيل هذه الأهداف، ولكن في بعض الأحيان عندما تحاول أن تسدد الكرة وتأتي في القائم فتشعر بالأسى، ولكن الأهم أن الفريق نجح في تحقيق الفوز. أظن أن هدفك اليوم ربما هو الهدف. هل دخلت الكرة الشباك؟ هل كان من الصعب عليك؟ ولكن أظن أن الكرة دخلت شباك. هل كان واضحا بالنسبة لك؟ نعم كان واضحا بالنسبة لي. الهدف أظن أنه مر وعبر خط المرمى والحارس كان تقريبا داخل المرمى. لقد شاهدت الكرة بصورة واضحة وهي تعبر خط المرمى. ما الذي حدث؟ ما تظن أنه كان غريب اليوم أن يكون لليوم ميسي 3 كرات في القائم وأن يخطئ في تنفيذ كرة ركلة جزاء؟ بطبيعة الحال عندما لا تريد الكرة أن تدخل لا تدخل المرمى، ولكن الأهم بالنسبة لنا هو أننا حققنا الفوز. ربما لم تدخل الكرة اليوم لكنها ستدخل في المباراة القادمة. أنتم الآن تصلون للكلاسيكو وعلى بعد 11 نقطة من ريال مدريد. إذا فزتم أمام ريال مدريد ماذا يعني هذا في مسيرة الدوري؟ بطبيعة الحال نحن لدينا خصوم آخرين في الدوري مثل أتلتيكو مدريد وفالنسيا وهم يضغطون علينا أيضا، لذا ليس فقط ريال مدريد هو الخصم المباشر بالنسبة لنا. أمامنا مباراة مهمة وعلينا أن نستفيد من تهانينا. إذا كان هذا سواريز وقبله أيضا